بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتمنى تكونوا بخير كاع خواتاتي وقت اللي يدخلكم هذا الفيديو. اليوم خواتاتي راني في دارنا، قالت لي اختي الكبيره ديري لنا شويه سفنج، قلت لها نديره لك وبصح اشتهي بشرط نتقاسمه مع صحاباتي ومع خواتاتي. في هذا السفنج نسحقوا هنا مغرف تاع خميره، مغرف تاع سكر، نسحقوا حبه بيض، نسحقوا وحده تاع لا لوفور، نسحقوا الفرينه والماء والملح. هذا مكان. نبداو في الخطوه الاولى تاع هذا السفنج. نديرو ديك المغرف تاع الفرينه ومغرف تاع الخميره، نزيدو عليهم هنايا شويه تاع ماء دافي، وتدرنا هنايا المغرف تاع الخميره والمغرف تاع السكر، نزيدو عليهم هنايا الماء الدافي، نخلطوا. نقعدوا هنايا نزيدو في الفرينه بالمغرف بهذه الطريقه. تزيدي هنايا هكا، ماشي كاع الفرينه بصح نزيدو غير كميه تاع فرينه. هنا كيما نقولوا نديروا التخمير هنايا ولا لوفان كيما يقولوا له. نديروا هنايا هذه المرحله هي اللي تخلي السفنج تاعك يجيك خفيف وما يجيكش معجن. هكا بهذه الطريقه، هكا هكا هذه الطريقه. نزيدوا شويه ماني زيت هنا شويه فرينه وشويه تهمه هكا، خلطوها مليح. هكا الخليط تاعنا يجي داير هذه الطريقه. نبلعوا عليه، نخلوه يختمر، ونعاود نولي انا وصحاباتي. هاوينا خواتاتي، عندكم كي من بعد اللي تخمرت لنا العجينه تاعنا، عندكم كي تولي هنا في المرحله اش نديروا. والله يعني بعيدا عن السفنج اللي جاي نعطي لخواتاتي واحد هاد الباتينات، والله لا عمليين عندكم يتبلعوا، تخلي الحاجه تطلع فيهم. والله لا عجبوني بزاف، قلتهم قدام لا نروح لداري نشري واحده. هنايا شا قلنا مرحله ثانيه، نعاودو نرجعوا للغسات تاعنا. المرحله الثانيه هنايا نديروا حبه تاع البيض، نديروا الخميره تاع الفرينه تاعنا. هنايا ما ذكرتش قبيله شحال الفرينه، هنا طال تاع فرينه. هنايا نديروا طال تاع فرينه، نديروا الفرينه تاعنا، نديروا الملح، ونديروا ساشيه تاع الفرفره تاعنا ولا لا لوفور، ساشيه وحده تاع الفرفره. سامحوا لي انا برك مش باغي نخدم بالفوي، باغي نخدم بيدي. كيما قلت لكم هنايا درنا الحبه تاع البيض فوق لو لوفان تاعنا، درنا الفرينه، قلت لكم رطل تاع فرينه، درنا لا لوفور، درنا حبه البيض. وهنايا اش نديروا نخلطوا. قلت لكم هنايا نخدم بيديا، انا جو بريفير نخدم بيدي هكا. خلطوا بهذه الطريقه، خلطيه هكا. هنايا نخلطوه، نقعدوا نزيدوا في الماء بالتدريج، نقعدوا نزيدوا في الماء بالتدريج هكا حتى نوصلوا للقوام المطلوب. كي نوصلوا للقوام المطلوب نوريكم هنا القوام تاعه كي يكون داير. هذا السفنج ما فيه دليك، ما فيه خبيط، ما فيه والو، سير تخبطيه شويه الضربه الاولى غير باش تدخلي داك الماء في الفرينه تاعك، بصح من بعد صاي هكا هذه الطريقه. كاين شحال من نوع تاع السفنج، تنقاسمهم كاع مع خواتاتي ان شاء الله. كاين السفنج تاع السميد، كاين يجي شباب بزاف،
هكا بهاد الطريقه. تخطي هاك، ماشي كاع تخطي بصح تخلطي هكا، خلطيه مليح هكا. ها وين القوام اللي يكون فيه هكا. كون تشوفوا هنا في القوام نزيدو غير شويه تاع ما هكا. حنا هنايا نعاودو نغلقوا عليه، نخلوه يطلع الطلعه الزوجه، نعاودو نهبطوا الخمور، نعاودو نخلوه يطلع الطلعه الثانيه، ونهودو الخمور تاعنا، ونعاود نولي انا خواتاتي باش نوريكم في الخمور الثاني نوريه لكم كي يجي داير، ومن بعد نكملوه في رحبه. هاوينا خواتاتي السفنج تاعنا من بعد اللي طلع الطلعه الاولى، هودنا له الخمور، عاودنا له عاود تطلع الطلعه الثانيه. هاوينا في الطلعه الاولى كي هود لك الخمور هوديه بالماء، في الطلعه الثانيه ديري يدك في الزيت نهودوا له هكا الخمور هكا بهذه الطريقه. هكا هنايا شنديرو نطلو يدينا بالزيت، هنا بيزيه كيما تبيزي حبه المسمن هكا. سي هنا ما تكبريش خاص تكون العجينه هكا بهذه الطريقه. حطي في سني يكون هكا مدهون يكون مدهون بالزيت هكا. نعاودو نديرو يدينا في الزيت هكا. هكا انا خواتاتي نبيز كاع هاد الحبات تاوعي ونعاود نولي معاكم. هاوينا هنا خواتاتي السفنج تاعنا من بعد اللي بيزناه. هنا شنديرو، هنا كاين طريقتين اللي تكون تعرف موالفه بالسفنج. تقضي الحبه تاعك تسقميها هكا على شكل حبه تاع السفنج. هنايا في طريقه الطهي كاين اون ميثود، ديري زوج مقالي. هنايا المقله الاولى ديري فيها غير 3 مغارف ولا 4 تاع زيت، ديري فيها الحبه تاع السفنج. من بعد كي نشوفوا هذه حمارت ودات لون من تحت، تماك نقلوها في المقله الثانيه، ومن تم نوريكم طريقه الطهي تاعها. هنا نقارعوا لها، نقصوا عليها الغاز شويه هكا بهذه الطريقه هكا. هنايا كي نشوفوها حمارت دات لون من تحت، نرفدوها نديروها في المقله الثانيه هكا. عفوا هنايا نخلوها هكا شويه، من بعد نقعدوا نقيسوا عليها في الزيت. غتكون هنا السفنج تاعنا كيجينا هكا بهذه الطريقه هكا. من بعد نقلبوا الحبه تاعنا تحمر من الجهه التحتانيه هكا. نخلوها تحمر كون الغاز ما طوعيش عليه بزاف باش ما ينصهدلكش، يحمر من الفوق يقعد لك من الداخل، يقعد لك من الداخل، يقعد لك هاوين الشكل تاعه. من بعد اللي يطيب هكا نحطوه. هنايا قلنا بالنسبه اللي تكون تعرف كيفاش تدير السفنج تاعها. هنا الاختي هنايا جاتك التبييزه صعبه، شديري هنايا قبضي ان بلا طبسي كيما هكا هكا، دهنيه بالزيت، قبضي الحبه تاعك تاع السفنج هكا، حطيها في الوسط، ديري تقبه هكا في الوسط هكا، حليها هنا وجديها هنا في الطبسي باش ما تنغبنيش هكا هكا. جيبي ديري في المقله الاولى هكا. هذه ثاني طريقه، ثانيه وطريقه سهله للاخت اللي ما تكونش موالفه كيفاش تخدم
لخويتاتنا هنا المبتدئات وحبيباتنا وخياتنا وبنياتنا صغارات اللي راهم عاد جايين يتعلموا هكا بهذه الطريقه. خلوها شويه هنايا تدي لون من تحت. هكا بهذه الطريقه. مازال ما ديتش لون هنايا. نتمنى هنا الصوره تكون واضحه. هكا هنا كي تشوفيه صفار من تحت بدا لون هكا بهذا الاخر. تردي الحبه تاعك تنقليها هنا المقله الكبيره اللي يكون فيها الزيت هكا، ومن بعد تبداي تساليها بهذه الطريقه. غتكون هنا كي تجي شبيه وتجي كي ينتفخ ما يجيش شارب الزيت بزاف. راكم عارفين علاه ما يجيش شارب الزيت، خاطر درنا فيه حبه البيض. هنا حبه البيض هي اللي ما تخليش يشرب الزيت. خواتاتي وحباباتي انا نكمل هنايا السفنج تاعي ونعاود نولي معكم باش نوريه لكم في طبق التقديم. هاوينا حباباتي السفنج تاعنا من بعد اللي وجدناه. عندكم كيجي خفيف، يجي خفيف ويجي ماهوش معجن من الداخل. وهنايا درت ثاني صغار للاطفال الصغار. عندنا دراري راكم الاطفال الصغار يبغوا كل واحد يدي حبته، ندير لهم كل واحد حبته. رانا نطيبوا حنا فيلاتين معطر الله الله بالنعناع باه نشربوه به. نوريكم هنا حبه كي تجي دايره من الداخل. عندكم كي تجي داير من الداخل يجي خاوي، يجي ما شاء الله. عندكم كي تجي داير من الداخل يجي ما شاء الله. وصدقوني ما يجيش مزيت ويجي شباب ويجي طري، يجي خفيف. تبغوا تكبروا الحبه تبغوا تصغروا الحبه على حساب التبياز. نتمنى الوصفه تاع اليوم عجبتكم حبيباتي. ما تنساونيش بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساونيش بلا جام حبيباتي. والى الفيديو المقبل ان شاء الله.